النبي آدم أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء، وخلق له زوجته وأسكنهما الجنة، وحذرهما أن لا يقربا شجرة معينة، ولكن الشيطان وسوس لهم فأكلا منها فأنزلهما إلى الأرض وسهل لهم سبل العيش بها، وطالبهم بعبادة الله وحده، وحض الناس على ذلك، وهو أول رسول إلى أبنائه وأول الأنبياء. النبي نوح. كان نوح تقيا صادقا، أرسله الله ليهدي قومه وينذرهم من عذاب الآخرة، ولكنهم عصوه وكذبوه، ومع ذلك استمر يدعوهم إلى الدين الحنيف، فاتبعه قليل من الناس، واستمر الكفر في طغيانهم، فمنع الله عنهم المطر، ودعاهم نوحا أن يأمنوا حتى يرفع الله عنهم العذاب، فآمنوا فرفع الله عنهم العذاب، ولكنهم رجعوا إلى كفرهم، وأخذ يدعوهم 950 سنة.